مساء الخير عليكم. بصوا بخصوص الصيام المتقطع عشان ناس كتير بتسألني عليه وازاي بتبتديه وتعمله صح. هو اول حاجه كده للبنات والستات ما نزودش عن 12 ل 14 ساعه، وده مش كلامي انا ولا اخصائيه ولا دكتوره تغذيه ولا كده، ولكن ده كلام الدكاتره ان احنا ما نزودش عن 14 ساعه علشان ما يغيرش في الهرمونات. بنبتدي نحسبه ازاي؟ بنحسبه حسب نومك وصحيانك انت، وحسب بتوقفي اكل الساعه كام. يعني وقفتي اكل الساعه 8 بالليل، خلاص لو هتصومي 12 ساعه يبقى 8 الصبح هتفطري. طيب لو خليتيها لحد 14 ساعه يبقى الساعه 10، ما تزوديش عن كده. ممكن تكسري بيوم ولا حاجه في الاسبوع عشان بس جسمك ما يتعود. كمان ان انت ما تزوديش عن 3 شهور صيام متقطع، لازم تفصلي باي نظام تاني او تعملي اكل صحي عادي خالص، بس بتقللي برده في الكميات، بس بتلخبطي شويه في المواعيد، وده بيفرق معاكي عشان ما يحصلش ثبات وزن. لانه لما بنطول، وده اللي حصل معايا، بنطول عليه حصل ثبات وزن، وثبات الوزن بيقعد وقت كبير. فعشان ما تلجئيش لكده او ما تروحيش لثبات الوزن، افصلي واعملي اي نظام تاني لو انت حابه. بس انا عشان كنت حابه النظام ده ومرتاحه عليه فما كنتش عايزه افصل. بخصوص الوقت اللي احنا صايمين فيه، بنقدر نشرب ايه او ناكل ايه؟ لا، هو ما بناكلش اي حاجه في وقت الصيام. يعني وقت الصيام محسوب منهم طبعا عدد ساعات النوم، ولكن ما بينفعش ناكل اي حاجه. كل اللي انت ممكن تشربيه ميه واي مشروبات شفافه وبدون سكر وبدون حليب وبدون كريمر، يعني بتشربيها شفافه خالص. تمام، دي المشروبات المسموح بيها. الفطار لا، عادي تقدري تشربي حاجه باللبن، تقدري تشربي اي مشروبات انت حباها، وليكي معلقتين سكر في اليوم لو انت مش عايزه تستخدمي سكر دايت، او استخدمي سكر دايت. هيفرق معاكي لو انت بتحبي الحاجه مسكره، طبعا هتستخدمي معاكي في الحلويات وفي المشروبات، فهيفرق معاكي. والصيام المتقطع مش نظام، على قد ما هو اسلوب حياتك بيختلف في مواعيدك، ومش شرط تطلعي منه بكل الحاجات انت مستغلياها او عاملاها. يعني انت لو طلعتي من الموضوع ده ان انت بس خلاص بداتي تتعودي ان انت تغيري وجبه الفطار، ده هيفرق معاكي جدا عشان الحرق بيكون شغال، فبتاخري وجبه الفطار. مش اول ما بنصحى بناكل. غيري عاده من عاداتك اللي مش حلوه تغيريها بعاده حلوه، او تطلعي من الموضوع ده بعاده حلوه، هتطلعي ان انت بتاخري وجبه الفطار، ما بتبقيش مستعجله عليه. طبعا يا جماعه بنصحكم وبنصح نفسي برضو بشرب الميه، لانها مهمه جدا. وبصراحه انا ما بشربش ميه كتير، وده معجزني في الحرق، عندي بيبقى ضعيف ومش بخس يعني بشكل كامل او باسرع، لان الميه مهمه جدا جدا للحرق، للتخسيس، لنضاره البشره، لكل حاجه، بتسهل كل حاجه عموما. فالميه كده مع اي نظام واي حاجه ومن غير اي نظام هي اساسيه. ده باختصار كده عن الصيام المتقطع، واللي كان عايز يعرف عنه عشان يبدأ بيه.